شابوه كابتن معتمد جمال مدير فني نادي الزمالك وهانز فليك برشلونه واخد على عينه من اتلتيكو مدريد 4-0 الشوط الاول. يا في كاس ملك اسبانيا ذهاب النهائي. اخوكم هيثم كروس المائي. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من حل الكره والسينما مع بعض يا جماعه. لو عجبك الفيديو دوس لايك والله مش هتخسر اي شيء. واصحابنا في التيك توك يخشوا على اللينك بتاع اليوتيوب ويشاركوا معانا هناك. وكمان اليوتيوب قال نشارك في القناه مجانا. لو حبيت الخير لغيرك بامر الله الخير هيجيلك. اشتركوا معانا في قناه اليوتيوب. طبعا نادي الزمالك غلب سموحه امبارح في الدوري 1-0. وانا بصور اتاخر فلقيت ماتش برشلونه شغال في حاجه واو قوي. المهم طبعا بهدف ناصر منسي في الدقيقه 72 يعني غلب سموحه وفي المركز الثاني في الدوري برصيد 31 نقطه. وهو وبيراميدز 31 نقطه. وللاسف النادي الاهلي عنده 30 نقطه في المركز الرابع. وسيراميكا كليوباترا هو يعني اسما كده بفرق مباراتين هو المركز الاول عنده 36 نقطه. لكن يا جماعه بصراحه عاجبني قوي اداء نادي الزمالك وكابتن معتمد جمال بقلل الامكانيات بنملم الدنيا وبيلعب على قد الامكانيات. وبصراحه عامل يعني اداء كويس جدا. راجل مدرب كوتشنج في نفسه فعلا. ويعني الولد الطيب ناصر منسي جاب جون جميل في الدقيقه 72 يعني برجليه اليمين راكنها ارضيه زاحفه تخش تحف في العارضه وتخش. شابوه بصراحه ناصر منسي. الولد نيته طيبه وفي ناس رخمه بتتنمر عليه وربنا بيحكي على قدر النوايا. وكابتن معتمد جمال يعني في اقل امكانيات. وكمان عندهم ماتش يوم السبت مع كايزر شيف في اخر الجوله الاخيره للكونفدراليه الجوله السادسه. ربنا معاهم يوم السبت الساعه 6. يعني شوف انا اهلاوي وبما يرضي الله بقول من قلبي لان ظروفهم صعبه جدا وسنظل اوفياء جمهور الزمالك. ربنا معاكم. وشابوه كابتن معتمد جمال. وطبعا هانز فليك اللي هو المدير الفني لبرشلونه اخذ على عينه 4-0 الشوط الاول. يا وانزاجي سيميوني اتلتيكو مدريد بقى الكوتش بتاعه ظبط الدنيا مش ممكن. وطبعا هانز فليك المدرب عمل يعني بعض العكات في التكتيك بتاعه فحاول يعمل روح في اخر الشوط الاول. وانا كنت بصور نزل ليفاندوسكي عشان بيحاول يعدل الخطه. وطبعا رغم وجود لامين جمال لكن برشلونه مش عارف ايه اللي حصل له. طبعا بيلعبوا يعني ذهاب نص النهائي في كاس ملك اسبانيا. الماتش شغال دلوقتي ولكن يعني انا مش عارف ايه اللي حصل الشوط الثاني. بس انا هو لفت نظري الماتش الشوط الاول يخلص 4-0 يعني. يا بجد اوفر قوي يعني. اما الماتش كله يخلص كام يا جماعه؟ هل البارسا هيعمل ريمونتادا ولاموناتا ويرجع ولا ايه اللي هيحصل الشوط الثاني؟ الله اعلم. ولكن يعني مبروك لنادي الزمالك وربنا يسهل على الاهلي بقى ويرجع بقى هو كمان بقى يتصدر كده. ما ينفعش النادي الاهلي المركز الرابع يا جماعه يدعمونا